السلام عليكم يا معشر السوشيال ميديا. النهاردة مش جاية أشرح حاجة ولا أحكي قصة تاريخية ولا أتكلم عن الصندوق الأسود. النهاردة عاوزة أشارككم حاجة شخصية جدا. في وقت تحضير الحلقة دي كان عدى 90 يوم بالظبط من أول ما قررت إن أنا آخد صناعة المحتوى بجد. وأول حاجة هبدأ بيها هي إني عاوزة أشكر كل واحد داس على زرار سبسكرايب، لأن في آخر 28 يوم بس من 90 يوم انضم للقناة 33 مشترك جديد. ممكن الرقم بالنسبة لقنوات كبيرة يبان صغير، لكن بالنسبة لحد بدأ من الصفر في 33 شخص قرروا يخلوني جزء من وقتهم، دي حاجة أنا مقدراها جدا. وكمان خلال آخر شهر في 90 يوم القناة وصلت لأكتر من 3400 شخص، يعني في آلاف الناس شافت المحتوى لأول مرة. فشكرا بجد لكل واحد دعم وكتب كومنت وعمل لايك أو حتى انتقد باحترام. وأول درس عايزة أشاركه معاكم هو إن النجاح في اليوتيوب مش خط مستقيم، ودي أكتر حاجة كنت فهماها نظري، لكن أول مرة أحس بيها عملي. إحنا متعودين إن أي مهارة بنتعلمها شكلها معروف، تتعلم سباحة كل أسبوع أحسن من اللي قبله، بيانو كل شهر هتعرف تعزف أكتر من الأول، الجيم كل أسبوع هتشيل وزن أكبر هيبان عليك. لكن اليوتيوب ممكن تعمل أحسن فيديو في حياتك ويجيب أقل مشاهدات، وبعدين تنزل فيديو كنت فاكره عادي جدا وتتفاجئ إنه هو اللي الناس حبته. يعني عادي جدا إنك تلاقي إن المنحنى هنا مش طالع لفوق، المنحنى عامل زي رسم القلب، طلوع ونزول ونط لفوق وبعدين نزول تاني. ولو أنت مستني النجاح يبقى خط مستقيم غالبا هتستسلم قبل ما توصل. اعمل اللي بتحبه مش اللي متوقع يكسب فلوس. في ناس كتير بتدخل المجال وأول سؤال أعمل إيه يجيب فيوز، لكن السؤال الحقيقي المفروض يكون أنا مستعد أعمل إيه لمدة 5 سنين، لأن الفلوس والأرقام كلها بتتأخر، لكن لو أنت أصلا مستمتع هتكمل. أما لو داخل عشان أول شهر هتكسب هتتعب نفسيا جدا. أنا شخصيا في فيديوهات تعبت فيها بالأيام وفي الآخر الأرقام قالت لي شكرا محدش مهتم، ولو كنت بشتغل عشان الرقم بس كان زماني بطلت من بدري. في مقولة بحبها جدا لمستر بيست بتقول تقريبا اعمل أول 100 فيديو وبعدها تعالى نتكلم ليه نجحت أو فشلت. ودي جملة عبقرية، عارف ليه؟ لأنها بتشيل منك وهم إن الفيديو رقم 5 هو اللي هيحدد مستقبلك. بالعكس، كل فيديو هو مجرد تدريب. أول فيديو عملته لو جيت بصيت له بعد شهر هتقول إيه ده؟ هو أنا إزاي كنت مقتنع إن ده كويس؟ وده شيء جميل لأن معناه إنك أنت اتطورت. ولو بعد 3 شهور لسه شايف إن أول فيديو كان جامد قوي يبقى غالبا أنت واقف مكانك. أنا عن نفسي أتمنى بعد سنة أبص للفيديوهات اللي بعملها النهاردة وأضحك، لأن ده معناه إن أنا النسخة الجديدة مني بقت أحسن من القديمة. الفشل مش عكس النجاح، الفشل جزء من النجاح. يمكن أصعب حاجة في صناعة المحتوى إنك لازم تكمل وإنت حاسس إن مفيش مقابل. تنزل فيديو وتقعد تتابع الأرقام كل شوية، تعمل ريفرش وتقول أكيد دلوقتي هيتحرك، بس للأسف ساعات كتير بيبقى ولا حاجة. الإحساس ده كل صانع محتوى مر بيه. لكن السؤال الحقيقي هتعمل إيه بعده؟ هتزعل وتقفل اللابتوب ولا هتفتح مشروع جديد وتبدأ تشتغل على الفيديو اللي بعده؟ وهقولك تاني زي الحلقة اللي فاتت، لو بدأت انت فعلا كسبت، لأن في ملايين الناس عندهم أفكار كل يوم بيقولوا هبدأ بكرة، لما أجيب كاميرا، لما أفضى، لما أبقى جاهز. لكن الحقيقة إن عمرك ما هتبقى جاهز. أنا أول فيديو عملته كان فيه أخطاء كتيرة جدا، لكن على الأقل كان موجود. أما الفيديو المثالي اللي في دماغ الناس فهو لسه مش موجود أصلا، هو مجرد فكرة، ولحد النهاردة لسه فكرة. أنا عن نفسي كان نفسي أبدأ بدري، ودي يمكن أكتر حاجة ندمت عليها. مش إني بدأت، لكن إني بدأت متأخر، لأني عندي أحلام كتير كنت بقعد أتخيلها وأقول لو بدأت من 2 لو بدأت من 5 سنين كان زماني فين. بس بعدين اكتشفت إن التفكير ده ملوش أي قيمة، لأن بعد 5 سنين هقول نفس الجملة لو ما خدتش القرار النهاردة. أحسن وقت كان من زمان، تاني أحسن وقت هو دلوقتي. أهم رأي مش رأي أصحابك، ويا ريت محدش يزعل من أصحابي اللي بحبهم قوي، بس دي يمكن كانت أكتر حاجة فاجأتني. أهلك، أصحابك، الناس اللي بتحبك غالبا هيشجعوك مهما عملت، وده جميل بس مش كفاية، لأن الحب أوقات بيخلي الناس ما تقولش الحقيقة أو حتى ما يشوفوش العيب، لأنهم بيحبوك وشايفينك جميل في كل حاجة.
لكن الغريب هو اللي عمره ما شافك ولا يعرف اسمك ولا عنده أي مصلحة لما يسيب كومنت يقولك الفيديو ده شدني أو الحتة دي ضعيفة. الكلام ده بالنسبة ليا أغلى بكتير، لأنه مش متحيز، هو مش بيجاملني، هو بيحكم على الحاجة نفسها، وده أكتر فيدباك ساعدني أتطور. حتى رأيك انت نفسه للأسف مش مهم، ودي كانت أكبر صدمة. كنت بقعد ساعات وأيام على فيديو وأقول بس هو ده اللي هيكسر الدنيا، ينزل من هنا ولا كأنه نزل. وبعدين فيديو كنت عاملاه بسرعة وأقول يلا مش مشكلة، أهي محاولة انتشار وخلاص، هو اللي ينجح. ساعتها فهمت إن إحنا كصناع محتوى مش أحسن ناس يحكموا على شغلهم. الجمهور هو اللي بيقرر، مش إحساسنا ولا عدد ساعات المونتاج ولا كمية التعب. الناس مش بتكافئ التعب، الناس بتكافئ القيمة اللي وصلت لهم، ودي حاجة صعب تتقبلها، لكن صدقني أول ما تتقبلها بتتحرر. وفي الآخر بعد 90 يوم هل أنا نجحت؟ بصراحة لسه الطريق طويل جدا، لكن هل أنا أحسن من أول يوم؟ بدون أي شك طبعا. وأعتقد إن ده النجاح الحقيقي، مش إنك تبقى أحسن من غيرك، لكن تبقى أحسن من النسخة اللي كنتها امبارح. يمكن بعد سنة هبص على الحلقة دي واضحك على كلامي، وده هيكون أجمل شعور، لأنه هيبقى معناه إني لسه بتعلم ولسه بتطور ولسه مستمتعة بالرحلة مدام مكملة. وأعتقد إن الرحلة نفسها أهم من أي رقم. ودلوقتي لو أنت بدأت أي حاجة جديدة، قناة، بزنس، رياضة، تعلم لغة، اكتب لي في الكومنت إيه أكتر درس اتعلمته لحد دلوقتي. ولو لسه ما بدأتش، أتمنى الحلقة دي تكون هي الدفعة اللي تخليك تبدأ، لأن بعد 90 يوم هتكون مبسوط إنك أخدت أول خطوة، مش إنك فضلت مستني اللحظة المثالية. وفي النهاية حابة أقول إن اليوتيوب علمني إن النجاح مش إن الفيديو يجيب مليون مشاهدة، النجاح الحقيقي إنك تفضل قادر تضغط على زرار بابليش مرة تانية حتى بعد ما آخر فيديو فشل. لو الحلقة دي عجبتك اعمل لايك وشير، يمكن الكلمتين دول يدوا دفعة لحد بتحبه إنه يبدأ حلمه وما يستناش أكتر من كده. وطبعا ما تنساش اشترك في القناة، لأن اللي جاي دايما هيكون أحلى وأجمل بكتير إن شاء الله.